كده اتفرجتوا على الفيلا، عجبتكم صح؟ 100 100 يا باشا. ايش هذا؟ ايش هذا؟ الحقني يا اسلام. في ايه يا استاذه دوله؟ ايش هذا؟ وين السلسله حقي؟ السلسله؟ ايوه يعني السلسله مالها يعني يا استاذه؟ السلسله مش لاقياها. مش لاقياها ازاي مش لاقياها؟ ضاعت كيف؟ اختفت يعني ولا ايش؟ لا ثواني ما تتكلميش بالصفه هو دي. فيها اسلام. اتصرف، جيب لي سلسلتي. حاضر الحين. الحين اجيبها لك. ثواني، بتقولي السلسله بتاعتها اختفت ما لاقيهاش. هو انت يا استاذه واقفه عند حراميه ولا ايه؟ ما تشوفي. لا يا استاذ، نحن ايش هذا؟ يتكلم معي هذا زي استاذ مصطفى صاحب الفيلا. استاذ نحن بنقولوا السلسله بتاعتها هي وطالع من الباب اختفت، فعاوزين نعرف السلسله وقعت فين. انا ما ابي مشاكل، ابي السلسله حقي. حاضر هجيب لك السلسله، بس بص يا خد بالك إسلام. يا استاذ انا بشك في الراجل ده. استنى يا اسلام شوي، انا حاسه بشك جوه الراجل ده. ليش مو هو اللي اخذ السلسله؟ ثانيه واحده وانا عارف كل حاجه. كده في تخبيط كتير. عم احمد ده راجل محترم، شغال معاه بقاله 8 سنين، وكان بيتحط قدامه بدل الذهب والغوايش كتير، وكان بيجيبهم لي فوق ويطلعهم لي. ثواني بس، انا كنت عايز اقول حاجه. نحن قول. اتفرجنا على الفيلا وكل حاجه تمام، بس لكن نمشي من هنا حاجه ناقصه دي ما ينفعش. حلو. نحن زي ما هي شاكه في الراجل ده نفتشه. وانا ما عنديش مشكله، بس لو فتشته وطلع اللي هو ما خدش الحاجه، ولو طلع هو اخذ الحاجه؟ لو طلع صح هو اخذ الحاجه يبقى ليكوا الكلام. بس تمام كده. نحن لو طلع هو اخذ الحاجه نحن ناخده تعويض. تعويض. تمام. بس ثانيه واحده، ابشر بقى. انا اللي هفتشه. ماشي فتشه. فتش. مؤاخذه يا عم احمد، حقك عليا. انا يهمك يا مصطفى بيه. والله الشك بتاعك طلع صح، عمرك ما تشكي غلط. ثانيه واحده. بص يا والله عم أحمد، شك في محله. تقدر تقول لي اللي جاب السلسله دي عندك في الجلابيه؟ الله يا استاذ مصطفى، انا ما خدت حاجه، وبعدين انت خبرني زين، عمري ما مد يد على حاجه حرام. انا ما اعرفش ايه اللي جابها في جيب الجلابيه. لا يقعد يقول لك ما عرفش. امال كيف يعني دي جت في جيبك؟ هيقعد هيدمع لك وهيبكي أنا لك ويقول لك شكي. مش انا والكلام مش ده. عايز هينفع. أتكلم. ثانية يا اسلام، انا شك في محله واقول حله يا حله، ثانيه واحده يا استاذه بعد اذنك. وابغى تعويض. كمل يا عم احمد. الاستاذه جايه بقالها 10 دقايق، انا لو خدت منها السلسله صح كنت رميتها في اي حته في الجنينه، ولا كنت خبيتها. مش هحطها في جيب الجلابيه. انا وانت اللي غرب، يعني كان هيتشك في حد فيني. السلسله دي ما عرفش جات جيبي كيف، والله ما خدت حاجه. بص يا عم احمد، انت كده صغرتني قدام الناس، تلم حاجتك وتمشي من الفيلا. انت اللي صغرتني، صغرت انا وفي سن ما ينفعش تتهمني بحاجه زي دي. طيب لحد دلوقتي انت ما قلتش حاجه مقنعه ان هي دخلت الجلابيه ازاي. لا، اقتنع بالناس اللي هي جايه بقالها 10 دقايق، وانا كلامي مش مقنع حتى لو حلفت على مصحف. بعد اذنك يا استاذ نحن نقعد نوقف كتير ولا ايه؟ استاذ مصطفى. بس كده يا استاذ، نحن مش هنمشي من هنا غير لما ناخد التعويض، ولا ايه يا استاذه دولت؟ يعني ممكن كنزتين ريد بول. ريد بول ايه؟ دقيقه. بص يا استاذ. بص انت يا استاذ، نعم. اسمع انت اللي انا بقول لك عليه. انت ما تعرفش مين مصطفى. الفيلا دي اليومين ب 40,000 جنيه، وانا هخليك تقعد يومين، يبقى كده تعويض جالك. كده فل صح؟ تمام كده تمام. على فكره التعويض ده قليل، بس نحن موافقين. ماشي. يلا. هنستلم الفيلا امتى؟ كمان ساعتين. تمام ماشي، يلا بينا. يلا. يلا بينا. الحمد لله على السلامة يا باشوات. الله يسلمك يا حبيبي. المهم الفيلا عجبتكم؟ حلوة قوي بصراحة. جميلة هي دي مراتك؟ مراتي ايه. تمام كده زي ما اتفقنا. الحساب 40. 40 ايه؟ 40,000 اليوم ب 20 في اليومين؟ زي ما اتفقنا. باباك يحول الفلوس؟ هي الفلوس مع بابا جوه. ماشي. عندك محفظة؟ اكيد خلاص، طبعا. هتحول لي الفلوس على المحفظة؟ طب ماشي يلا حول لي دلوقتي معلش. ماشي. عشان معايا مشوار ضروري يعني، وباذن الله يعني رقمك ده؟ هزود لكم البسيم يعني. خد رقمك؟ رقم. لا خد رقمي يا اما حتى انا احول. انا ده رقم يا باشا، حول براحتك. ماشي. تمام يا باشا. أيوة يا باشا. تمام يا باشا. وصل.
خلاص تمام. استمتع وعيش وعوم وبربط وبص براحتك عيش. حبيبي. الفيلا فلتك. حبيبي يا باشا. واللي هيكلمك قول اسلام بس. حبيبي يا استاذ اسلام. يلا سلام عليكم. مع السلامه. رغاي قوي الواد ده. قوي إيه؟ يلا بقى ندخل عشان احنا تعبانين. كده انا خلصت كل الشغل بتاع امبارح يا استاذ مصطفى. ماشي يا غالي، وده حسابك. تسلم. بقول لك يا استاذ مصطفى معلش، وانا ماشي بره قابلت عم احمد اللي هو الراجل الغلبان اللي شغال هنا، فعرفت منه ان انت مشيته. هو حصل حاجه؟ عارف عم احمد ده شغال معايا بقاله 8 سنين، وعمري ما اتخيل ان هو يسرقني في يوم من الايام. يسرقني انا؟ ده انا اللي على طول كل حاجه بيطلبها من قبل ما يقولها لي انا بديها له. تخيل يا اب، ناس جايه تشتري الفيلا تأجرها شهر، سرق منهم السلسله وخلى رقبتي قد السمسمه قدام الناس، وانا ما كنتش عايز امشيه بس كان لازم اعمل كده. اقول لك على حاجه، انت ظالمه. ظلمه ازاي؟ انا مطلع السلسله من الجلابيه بتاعته. انا امبارح وانا جاي من الفيلا جوه انت متاكد يا هب؟ طبعا متاكد. يعني انا كده ظلمته؟ طب تعالى معايا وندور عليه، تعالى. ايش يا اسلام فين المصاري؟ ما خلاص يا بت، الفيلم خلص. طيب ماشي يلا فين نصيبي؟ نصيبك؟ هو انا نسيت اقول لك على حاجه صح، ايه بقى؟ ان انا بحب الفلوس زي البحر كده. حلو، وما انا كمان بحبها. انت بتحبها. طب بص يا دولت، شوفي نصيبك فين وروحي خديه. نعم، نصيبي معاك، واللعبه دي لعبناها سوا. وانت بتعلي صوتك عليا يا بت ولا ايه؟ عليه، في حقي عليه. يا بت انا اللي بنيتك وانا اللي انهيكي. لا والله، يعني انت شايف كده؟ ما فاضلكيش، عمال بيرنوا عليا. دي طيب بعدك وامشي يلا. انا زي ما عملت معاك اللعبه دي ورفعتك لسابع سما، اقدر انزلك للتاسع ارض تحت، تمام؟ وادوس عليك كمان، وانت هتشوف انا هعمل ايه، وهروح اقول لمصطفى. وانت تخوفيني في مصطفى ده ولا ايه؟ ما تروحي تقولي له انا مش بتهدد يا حلوه، ولو على النصيب خد ال 300 جنيه دول وبطلي كلام ورغي شويه عشان انا بس لا خلي بس ال 300 دول ليك، كل انت بيهم وانا هوريك انا هعمل فيك ايه. الو. ما تقوم بقى يا غادي شويه بقى. ايه اللي ما طول ما انت قاعده من ساعه ما احنا جينا يعني؟ انت بعد تاني كل إذنك. شويه. ايه ده؟ ايه ده؟ ده الغفير بتاع الفيلا ولا ايه؟ تعالى هنا كده. غفير؟ انا صاحب الفيلا، حضرتك مين؟ نعم. يعني ايه صاحب الفيلا؟ انا مأجر الفيلا دي بقى لي يومين. بص كده، عرفت انا مين؟ ايه ده؟ هو فين اسلام؟ اسلام مين؟ اسلام مين؟ اسلام اللي مأجر لي المكان ده صاحب الفيلا، اكيد اخوك ولا؟ اسلام اللي ضحك عليك. هو ضحك اجر عليا؟ لك الفيلا دي ازاي؟ ولا كتب لك عقد ولا يا استاذ مصطفى، انا كنت عايزه اقول لك على حاجه.